السلام عليكم المتتبعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيه الامور ديالكم مزيان؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله والصحه جيده. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما كتشوفوا المتتبعين ديالي العزاز، اليوم هبطت للمدينه لهديم، في مدينه مكناس. قلت نصور معكم شي لقطات. كما كتشوفوا دابا، شوفوا الساحه الهديم تبارك الله، رجعت ليها الحياه ولات واعره واعره زوينه الصراحه. رجعت واحد الساحه نقيه وزوينه الصراحه. راه هاد الساحه عندها زعما واحد امتياز في المدينه، وداك الشيء كتكون زوينه. في هاد الصيف هذا كتكون عامره وغساله. ولكن جينا شويه بكري، كانت مازال خاويه. مشينا شي شويه بكري باش نقضيو الغرض ديالنا. كانت الحفيده ديالي قالت لك والو، خصها لاغوب، خصها الكسيوه ديال شي مناسبه كان عندنا في العائله، وقالت لك خصني ضروري شي لاغوب. مشينا وكندوز نصور لكم هاد الشيء اللي تما في المدينه. كنا كنحماقوا على هاد الشيء ديال هاد الحويجات هكا البلديين اللي كنلقاوهم فيهم شي حاجه ديال اللمسات ديال التقليديه ديال المغرب، وداك الشيء كيجيو زوينين. المهم كما قلت لكم على ساحه الهديم، رائعه، رجعات غزاله. دابا ان شاء الله غادي تشوفوا معايا، غير نكون خارجه من المدينه، واخا نشد لكم غير شي لقطات. حيت فاش هبطنا دابا كان المدينه مازال خاويه شي شويه. قلنا باش نقضيو الغرض ونجيو، وغير نكونوا راجعين ان شاء الله غادي نصور لكم شي. ها حنا داخلين المحلات ديال لي غوب، غادي نتغداو لا غوب العروسه الصغيره الله يخليها ليا ربي ويخلي لكم وليداتكم. وهنا غادي ناخذ لها لا غوب، هي اللي اختارت، هي اللي بغات. ايوا المهم هادو هما الدراري. دابا خص الواحد يدير لهم الخاطر وصافي باش كيعجبهم الحال. ودابا من بعد ما تقديت داكشي اللي بغات البنيته، قدينا لها لاغوب ديالها، كندوزو دابا هنا. الحمد لله كان مازال المدينه شويه خاويه حيت مشينا بكري. في التالي كان واحد الزحام الصراحه، كتعرفوا الهديم كيفاش كيكون. هنا دخلنا لهاد البازار المنصور اللي في المدينه في الهديم، راه كلشي كيعرفها اللي ساكن في مكناس. المهم واحد المحل ديال هاد الشيء د البازار ديال فيه بزاف الحوايج، بزاف ديال هاد الشيء ديال الصناعات التقليديه. فيه هاد الشيء د الفخار، فيه داك الشيء النحاس، الطين، الفضه، كيكون ديال النحاس. وكيكونوا هاد الحويجات اللي قدامين، هاد التريات، هذاك الشيء اللي قديم وعنده واحد التاريخ. هاد الشيء كيعجب بزاف الناس السياح. كيجيو للمغرب ديالنا. الصراحه المغرب ديالنا راه فيه بزاف د الحوايج باش كيتميز بهاد الصناعات التقليديه. وكنعطي التحيه للناس الصناعات التقليديه كاملين. كيكون هاد الشيء عندنا مميز صراحه. كما كتشوفوا هنا، شوفوا هادو كيفاش جايين تبارك الله ما شاء الله، بالرخام بداك الشيء زوين منقوش غزال. واحد المحل اللي هو كبير في الهديم، كيقولوا له البازار المنصور. بقاو معايا حتى لتالي الفيديو ان شاء الله، وغادي تشوفوا ساحه الهديم كيفاش رجعات بواحد الحله جديده. المهم غادي نشد لكم واحد المقطع فيه منين غادي نكون راجعه بحالاتي، كيكون طاح الظلام. واحد المنظر زوين رائع الصراحه. غادي نخليكم مع الفيديو.
كتشوفوا وصلنا للدار، وهنا كنصور لكم لاغوب اللي شرينا العزبه. جات زويونه الصراحه بهاد الدونتيل وهاد الحجيرات هكا، جايه زويونه والله العظيم الا عجباتنا كاملين، هي اختارت صراحه وزويونه، جاي فيها واحد الديكور عروسه ان شاء الله يا ربي، جايه فيها هاد الوريده على الكتاف وفيها هاد الفوال هكا اللور، وزويونه كما كتشوفوا. من القدام كتجي شويه عاليه ومن اللور كتجي هابطه. ايوا هادشي اللي بغات البنوته ديالي، الله يخليها لي ويخلي لكم وليداتكم. كتجي على هاد الشكل هذا، حتى ان شاء الله نلبسها لها وغادي نصورها لكم وتشوفوها كيفاش جات. فيها هاد الدونتيل جايه واحد ديكور زويون هنا الصراحه، فيها هاد الحجرات بحال ديك لاغوب ديال العروسات الكبار تبارك الله. وهنا خدينا لها الصنداله، في البيض كما كتشوفوا، الطالو يا لاله، حتى هي عجبها الطالو عجبها حتى الصنداله. وقالت لي امي ما خصني حتى انا هاد المروحه هادي باش نبقى نشع على راسي كيكون الصهد. ايوا درنا لها خاطرها، واش غادي نديرو؟ الحمد لله، الحمد لله. واللي ما عندوش الله يرزقه يا ربي بذريه صالحه، اللي كتمنى شي حاجه الله يرزقها به، اللي باغيه الزواج الله يلاقيها مع شي زوج